جدا جدا، وهتعجبك قوي ان شاء الله، وسهله جدا وسريعه. شوفي شكلها حلو ازاي. المقادير بقى بتاعتنا على حسب يعني الافراد عندك. انا عندي جايبه كميه من اللحمه، ومعايا نص كيلو رز، ومعايا كيلو الا ربع طماطم مضروبه في الخلاط، ومعايا الثوم. في الوقت ده انا حاطه عيش يتحمص في الفرن، وحطيت ميه تغلي على البوتاجاز فيها بصل وورق لورا وحبهان. الميه يا دوبك تنمل بس، يعني قبل خالص ما تغلي، مجرد ان هي تبتدي تقشعر كده هنضيف عليها اللحمه على طول. الطريقه دي بتخلي اللحمه ما تعملش ريمه وما تسودش، وكمان تستوي بسرعه قوي. انا بقى ضفت اللحمه. طبعا اللحمه انا خدتها شطفه سريعه كده، لان انا مش بحب صراحه، يعني انا سمعت ان هي مش بتتغسل، بس انا برضو نفسي مش بتجيبني، يعني لازم اخدها ولو شطفه بسيطه. حطيتها بقى تغلي كده مع نفسها لحد ما تستوي، وهنعمل الصلصه. حطينا بقى سمنه، وهنزود كميه السمنه شويه لان احنا هناخد منها جزء، وهقول لك هنعمل بيه ايه. هنحط معلقه حلوه كده من الثوم. يعني نخلي الثوم يبقى يعني لونه اشقر كده خفيف. نقلبه كده مع السمنه لحد ما لونه يبقى مصفر على خفيف. وبعد كده هنجيب له بقى يعني لما يصفر شويه هننزل عليه بمعلقه كبيره من الخل. هننزل بقى نطفي التومه دي بالخل، ويا دوبك تقليبه واحده كده علشان الخل ما يتبخرش. خدت بقى كميه من السمنه 3-4 معالق كده منهم، والباقي هضيف عليه الطماطم علشان يتسبك. هنسيبها بقى تسبك كده مع نفسها. وادي اللحمه بتاعتنا اهي، ما ريمتش ولا اسودت، ولا كمان الميه بتاعتها رايقه جدا. هنعمل بقى الرز. خلاص كده اللحمه قربت على السوا، فهنعمل الرز بقى على اساس ان احنا ناخد من الشوربه، نسقي الرز يعني ونسوي في الشوربه. حطيت بقى معلقه من السمنه، وبحط انا بحب الزيت مع الرز، يعني سمنه وزيت بنعمل بيهم الرز، لان الزيت بيخليه الرز بيلمع كده وشكله حلو قوي. طبعا ده الرز اتغسل، وبعد ما السمنه والزيت سخنوا قوي نزلت عليه بالرز علشان هياخد تشويحه حلوه، يعني نقعد نشوح فيه كده لحد ما نتاكد ان مفيهوش اي ميه، وان كل حبات الرز اتغلفت بيه السمنه والزيت اللي معانا. انا معايا دول 3 كوبايات من الرز. هضيف عليهم بقى 3 كوبايات من الشوربه. كل كوبايه من الرز المصري بياخد كوبايه من السوائل. اللحمه خلاص بتاعتنا استوت. طبعا انا حطيت فيها الملح والفلفل، وخدت منها مقدار الشوربه اللي انا عايزاه علشان اسوي فيها الرز. دي الشوربه اهي، 3 كوبايات. نقلبه بقى كده تقليبه، وهي طبعا انا حاطه الملح في الشوربه خلاص. هنسيبه بقى، واول ما يغلي هنوطي عليه. دي الصلصه بتاعتنا خلاص اهي ابتدت تأثر كده وقوام يبقى سميك. حطيتها بقى ملح وفلفل ورشه من السكر، وهسيبها تكمل تسبيك. ادي كمان الرز بتاعنا غلي وخلاص شرب الميه يعتبر. هوطي بقى عليه خالص عشان يتشرب. طلعت بقى العيش من الفرن اتحمص خالص اهو، هكسره. ممكن تشتريه محمص جاهز، بس انا ما كانش عندي، فانا طلعت بقى من الفريزر كده ودخلته الفرن واتحمص. كسرت بقى الكميه اللي معايا كلها، وادي 3-4 معالق السمنه اللي احنا خدناهم، اللي هي اصلا اللي هي فيها الطعم بتاع الثوم والخل. هننزل بقى بيها على العيش ونقلبها على النار شويه يكمل تحميص، وفي نفس الوقت العيش يشرب من طعم السمنه بالثوم بالخل. الرز بتاعنا خلاص اهو قرب يستوي خالص. نقلبه بقى كده كام تقليبه برضو لحد ما كل قطع العيش تشرب من السمنه. اي بقى قطعه كده لونها غامق يعني شيليها على طول عشان ما تغيرش طعم الفته. هننزل بقى بيها على بننزل بالشوربه على العيش 3-4 كده كبشات. يعني يعتبر بنغطي العيش بس مش قوي يعني علشان يطرى. انا طبعا طفيت النار وحطيت عليه شوربه، وحطيت معلقتين كبار من الصلصه، وبقلبه كده وهغطيه واسيب مع نفسه كده يشرب وينفش لوحده كده من غير نار ومن غير اي حاجه.
تمام كده. خلاص احنا كده العيش بتاعنا خلاص شرب الشوربه، وغرفته في السيرفيس اللي بتاع التقديم. هحط عليه بقى طبقه من الصلصه، اغطي كده السطح كله بتاع العيش بالصلصه. تمام كده. وبعد كده احط بقى طبقه الرز، من اسهل الاكلات السريعه اللي يعني اي حد يتزنق ممكن يعملها بسرعه جدا. عقبال اللحمه ما بتستوي بتكوني خلصت الصلصه وخلصت الرز، وبتركبي كله على بعضه، وبتبقى اكله حلوه جدا ومشهيه قوي. هنغطي بقى كل كميه العيش ده بطبقه من الرز. الرز بتاعنا طالع مفلفل وطعمه حلو جدا لانه شارب من شوربه اللحمه. تمام كده. هنرص بقى اللحمه بتاعتنا، واللحمه ما شاء الله طالعه فاتحه وما اسودتش زي ما انت شايفه الشكل كده. يا رب تكون الوصفه عجبتك وسهله عليكي، ولو عجبتك الوصفه ما تنسينيش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.